هو أشهر نوع مقبلات باردة عندنا بالعراق، فاليوم سويته لكم بالطريقة الأصلية أطيب من اللي بالمطاعم. أطيب مقبلات عراقية على طريقة الشيف عمر. بلش بالباذنجانية، نحتاج طماطة وخيار وهاي الطماطة وهذا الخيار فلفل وبعد فلفل وهم فلفل وهذا كيلو فلفل وهذا الكيلو الثاني وشوية بصل وشوية هواي بصل وكمية زينة من الباذنجان مقلي. وهذا راس باذنجان وسط مقلى كل زين. نزلت عليه كمية زينة من الكاتشب ورشة دبس رمان، خاشوقة كمون وخاشوقة ملح. أول شي نوخر هذا على صفحة، بعدين نجيب هاي الطاسة، بعدين نحط كاتشب وهمين نحط ليمون حسب الكمية اللي احنا مسويها. بدال دبس الرمان لأن أنا ما أحبه حطيت سماق، يعطي طعم حموضة وحلاوة بنفس الوقت كلش طيب، أنصحكم. شفت الليمون قليل فنخلي بعد ونخلط. نرجع نجيب الماعون مالتنا ونجيب الصلصة مالتنا ونديرها كلها، لا تبقون أي شي، نصيحة. ونعطيهم خلطة سريعة ونتركه بالثلاجة شي ساعة حتى يبرد ويذبل الخضار. بعد ما خلطناه كل زين نروح نخليه ساعة بالثلاجة، وهسه طلعناه. هذه أول تجربة فعلية، ما راح أقول شي، جربوا.